من اشترى تذاكر مباريات المنتخب الوطني الثلاثة في كأس إفريقيا، دخلوا أنظار المنتخب الوطني باش يشريوا التذاكر، قال لك التذاكر كلها نفذت وبيعت. تذاكر مباريات أخرى موجودة، مباريات قوية أخرى في الدور الأول موجودة، لكن تذاكر المنتخب الجزائري كلها بيعت ولا تستطيع أن تشتري أي تذكرة في ظرف 48 ساعة. توتي بوسيبل. من اشتراها؟ هل اشتراها الجزائريون؟ هل اشتراها المغاربه؟ المغاربه باش يعاودوا لها في سوق سوداء، يعرفوا باللي انا نقول لك شكون لي زالجيريان سورتو هذوما اللي عايشين في المهجر راح يكونوا بقوه في كاس افريقيا. اصلا شغل كما نقولوا احنا بالعاميه حجه وفرجه، كاس افريقيا وسياحه. وانا الاشكال في فتره راح تكون فيه لاصقه مع نهايه السنه الميلاديه، يعني راح يكونوا بقوه. اليوم ممكن شراوهم باش يبيعوهم مارشين، ممكن شراوهم سلطات مغربيه، ممكن ما تعرف باش يخلصوا لي تيكي في 48 اور، الوغ كو كاين لي تيكي الاخرين والناس راهي تهدر. والناس راهي تهدر تقول لك حنا حبينا نشريو وما لقيناش. من اشترى التذاكر؟ عجيب امر التذاكر. المشكل الكبير وين راه؟ نعم. التذاكر ولا ما كاش تذاكر نروحوا. والاشكال وين راه؟ الشعب يروح ومن بعد كي نوصلوا الشعب مازال ما بداش يتحضر للسفر، التذاكر خلاص. كي نوصلوا لتم خلاص نشريو التذاكر بداية من دور ثمني. هي هي كاين